هنأ الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بكاتدرائية العذراء مريم والملاك ميخائيل بالمنصورة. استقبله خلالها القس سرافيم وديع وكيل مطرانية المنصورة، حيث أكد خاطر خلال التهنئة على الروابط الوثيقة بين الشعب المصري بجميع طوائفه، متمنيا للإخوة المسيحيين كل السعادة والخير. تحتفل مصر بعيد الميلاد المجيد، وفي لقاء محبة وسلام وتلاحم بين أبناء الشعب الواحد، قدم أهالي قرية فيشة الصغرى بمركز ومدينة الباجور والقيادات التنفيذية والشعبية قدموا التهنئة بعيد الميلاد وسط حفاوة واستقبال ينم عن مدى المحبة والروح السائدة بين أفراد الوطن الواحد، حيث قدم القمص إبرام راعي كنيسة السيدة العذراء بفيشة الصغرى كل الشكر والتحية لمن حضر للكنيسة، وقدم التهنئة مؤكدا على ضرورة التلاحم والترابط بين أبناء الوطن. النهارده يمكن شايفين قرية فيشة الصغرى بمركز الباجور ليها طبيعة خاصة. يعني بنشوف عيد المسلمين الإخوة الأقباط بيعيدوا، بنشوف عيد المسيحيين الإخوة المسلمين بيعيدوا. المشاعر ديت يا فندم نابعة من إيه داخل هذه القرية؟ احنا منذ التاريخ ونحن كلنا نحب بعض من قلب طاهر نقي بشدة، ونتقابل بالمحبة ونتعامل بالمحبة. يعني أنا هنا في مركز الباجور كله أحبائي المسلمين أشعر بمحبتهم أكتر من المسيحيين، وفعلا هم يبادلوننا كأقباط نفس الحب. ومش عايز أقول لك إن فكرة بيت العيلة نشأت من هنا، يعني من فيشة، من المحبة واللي بيحصل ده نشأت فكرة بيت العيلة وتأسست، وابتدى أبونا إبراهيم كاهن مركز الشهداء هو من هنا من فيشة ومن أبنائنا هنا، وهو الروح اللي احنا فيها دي هو زرعها في الشهداء، وابتدينا بقى نأسس بيت العيلة، وبقى بيت العيلة في المنوفية امثولة لبيت العيلة في كل مصر. دايما مصرنا بخير وفي انتعاشة من كل النواحي، وفي تقدم وفي رفعة بقيادة رئيسنا المحبوب الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي، ومنوفية بخير بقيادة المحافظ الوزير إبراهيم أبو لمون، رجل عاقل ومتزن، وبنتابع كل أعماله، ومحبته واضحة وملموسة، وحيادته وذكائه في التصرفات واضح كلنا بنلمسه، ودايما كلنا في حب وفي بركة، ومصرنا في رفعة. شرفتونا وباركتونا، سعدنا بوجودكم في وسطينا، ودايما نلتقي بالحب في جميع الأعياد إن شاء الله. دايما يا رب بالحب، وكل عام وقداستك بألف خير وكل الأخوة بخير. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم، خدنا بركة كبيرة.